السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي الكرام، تحية لكم من ما تكونوا وفين ما تكونوا. معكم أحمد عبد المجيد في كلمتين للخير إن شاء الله. النهاردة الأربعاء 16/8 2023. العالم المنافقة، تربية المنافقين اللي مش هينضفوا أبدا وحالفين ما يبطلوا نفاق. تيجي تتكلم مع الخنزير فيهم يقول لك عمل مشاريع، تقول له يا حبيبي اذكر لي مشروع واحد من اللي عمله وقول لي استفدت منه ايه. زي المخابرات ما مفهماهم، ما عندهمش غير كلمتين حمضانين يقولوهم. اول كلمة يقول لك ايه؟ يقول لك الطرق والكباري. طب تعال نشوف الطرق والكباري كده، هل هي مطابقة للمواصفات ولا طريق فيها مطابق للمواصفات؟ الطريق اللي مفروض انه يتكلف مليار بيصرفوا عليه كام مليون، وبيكتب في الورق 3-4 مليار، وكل الطرق بتاعه غير مطابقة للمواصفات. تقول لي دليلك؟ هقول لك شوية مية بينزلوا شتاء بيكنسهم كل حاجة، تلاقي الطرق بتاعه اتطربقت. تقول له يا حبيبي وعمل لك ايه تاني؟ يقول لك الكباري. فين يا ابني الكباري دي؟ ده الكباري بتقع، لا اتعملت بتخطيط ولا اتعملت بأي مصيبة ولا بدراسة جدوى. كباري داخلة على البيوت، داخلة في أوض النوم بتاعت الناس، خرب بيت الناس فيها واصرف. ومعين لك واحد من الجيش حرامي فاسد ابن فاسد زيه علشان يقول لك الكباري ويمسك الكباري والكلام ده. طيب يا محترمين، الكباري والطرق دي مين اللي بيستفيد بيها؟ انت عندك عربية؟ ما عندكش عربية. الشعب دون اكتر من 85% منه لا يملكوا عربيات. طب انت هتعمل ايه بالكباري؟ طب وال15% العربيات التانية؟ حوالي 5% ملاكي، وال10% التانيين نقل وانواع عربيات تانية، ميكروباص والكلام ده. طب الكباري لازمتها ايه؟ الطرق لازمتها ايه؟ فلوس واتهدرت على الارض علشان الخنزير ابن الخنزير ياخد اللقطة. الطرق والكباري محتاجة صيانة، على ما تيجي تستنفع منها هتكون راحت. عمل لك ايه تاني؟ يقول لك عمل لي مشاريع بنية تحتية. فين البنية التحتية؟ لا لمس المجاري، ولا عمل شبكة تصريف امطار، ولا غير الكهرباء اللي اي واحد بعدي من جنب عمود بالكهرب يموت، ولا غير اي حاجة. المدن القديمة زبالة زي ما هي، الطرق القديمة متكسرة بالكامل واتكسرت بزيادة. ها؟ راح عمل لك محطات كهرباء علشان يرضي شركة سيمنز، ما احناش محتاجينها. يقول لك ما احنا هنستنفع منها بعدين. ما هو بعدين دي يا فاشل يا ابن الفشلة، يا فاشل يا ابن الفشلة، كمان كام سنة هيكون عمر المحطات دي الافتراضي انتهى. يعني المحطات دي بتيجي تركب كده العمر كله؟ ده ليها عمر افتراضي. يعني عما يجي زي ما عليك ما بتقول يا جاهل يا ابن الجاهلين على الصبح، على ما تيجي تستنفع بيها هيكون خلاص عمرها انتهى. وهو لا هيسيبها لك دلوقتي تستنفع بيها ولا بعدين، ده بيبيعها. كان بيبيع محطة بني سويف، شركة سيمن قالت له رايح فين؟ ده انت ما دفعتش تمنها لسه، عايز تبيعها من ورانا يا نصاب يا ابن النصاب. قول لي تاني على المشاريع اللي عملها. صرف 9 مليار دولار بدون دراسة جدوى. علشان ايه؟ علشان يحفر ترعة وسميها لك قناة السويس الجديدة. وكل الخبراء العسكريين قال لك الغرض منها عزل سيناء عن مصر. بعد ما كان من مطلوب مننا نعدي قناة واحدة لما اسرائيل تحتل سيناء، لو اسرائيل احتلت سيناء بقى مطلوب مننا دلوقتي نعدي قناتين 2. وكل اللي شاف المشروع قال لك المشروع دون موجود علشان يدي لاسرائيل تفوق في انها تدخل سيناء. هتعدي قناتين فينا نصيبه، وهتعدي معدات وعساكر فينا نصيبه، في الوقت اللي اسرائيل بتدخل سيناء في ظرف 3 دقايق. 3 دقايق بالظبط يكون الجيش الاسرائيلي في سيناء، وضيع فيها 9 مليار. وطلع الواطي ابن الواطي يقول للناس الطماعة، الناس الجشعة اللي حطت ايدها في ايده وحطت فلوس واستثمرت فيها، ده كان مشروع معنوي. ويطلع الجهلة، اولاد الجهلة يسرحوا بينا تاني ويقول لك مشروع.
فين يا ابن المشاريع اللي هو عملها لك؟ راح صرف 3-4 مليار جنيه في دمياط وعمل لهم مدينة أساس، وطلع اعترف بالفشل وقال لك ما درسناش نفسية الناس وعرفنا ان هم بيشتغلوا قدام بيوتهم. ها؟ وكأنه بيرمي المال على الأرض، مش كده؟ الطرق اللي هو عملها لك راح جاب قرض انت اللي بتدفع ثمنه، ومش بس مكفيه الكافر ابن الكفرة، ده مقعد لك واحد كل 30-40 متر يلم كارتة، والكارتة دي اللي بيلمها العساكر، اخويا واخوك الغلبان، ويجمدها وتروح للواء. يعني عملنا الطريق على حسابنا، وجبنا القرض علشان نعمل الطريق بيها على حسابنا، واحنا اللي بنسدد القرض بالفوائد بتاعه، ويجي الكافر ابن الكافر يحط لك كل 10 متر كارتة. ليه الكارتة دي يا عم؟ ما احنا عايشين في بلد اهون ما نعرفش كلمة كارتة دي يعني ايه، ما نعرفش كلمة كارتة دي يعني ايه. بتسوق على اي طريق ما بتدفعش مليم، بس اهو استنطع في خلق الله. هو مشيها بالمبدأ ده، استنطع في خلق الله، لم فلوس بأي طريقة تعجبك. هو دي الطريقة اللي هو ماشي بيه، والشعب بيدفع وبيقول لك إنجازات، مش كده؟ دمر شركة المحلة الأول، خرب دمياط وراح يضحك عليهم ويعمل لهم مدينة أساس وارمي. بعد كده دمر مدينة المحلة بالكامل. كان عندهم شركة المحلة أكبر شركة غزل ونسيج منسوجات يمكن في العالم، فككها وباعها بالحته، قال ايه هيجددها لك، وراح جاب حاجات معدات بقول لك معديها 20 مليار، وخير اللهم اجعله خير، ما عرفوش يركبوا المعدات، فضلت مرميه بتتباع بالكيلو. ايه تاني المشاريع اللي عملها لك؟ الصوبات الزراعيه عبد الله الشريف طلع وريها لك وقال لك الليله واللي فيه. مشاريع ايه تاني اللي عملها لك؟ 1.5 مليون فدان ما زرعش منه اكتر من 10,000 فدان، ومش هو اللي زرعهم، ده الناس زرعتهم وسرقوهم منهم بالقوه فرده علشان يروح ياخد اللقطه. الله يرحم مشاريع مبارك وتشكى، الله يرحم الاكتفاء الذاتي اللي هنحققه في كل شيء. فين يا ابن المنافق منك ليها المشاريع اللي هو عملها لك؟ وانت شايف ايه؟ انت شايف الجنيه طلع قدام الدولار؟ انت شايف الاقتصاد بتاعك ليه لازمه؟ انت لاقي تاكل؟ انت عارف تفرج عن البضايع اللي في المينا؟ انت بتمشي الشارع وتشوف منظر صح قدام منك؟ ده مجلس المدينه شغاله قافلين بحواجز وشغالين اهم. بص المعدات ما عادش حد بيفحت بايده، ده مجلس المدينه وشغال مش جيش بلدي. قافلين لك الطريق اهون، بيقول لك الطريق مقفول، وقبل ما بيقفل الطريق بيجيب له بديل، بيعمل له حاجه اسمها دايفرشن، وبيعمل مكان للمشاة تمشي منه. مشاريع ايه بقى اللي عملها؟ تعالى قول لي، وانت استفدت من وراها ايه؟ لما انت بتستفيد البيضه بقت ب5 جنيه ازاي؟ لما انت بتستفيد الاسعار وصلت للطريقه دي ازاي؟ لما انت بتستفيد انت ما انتش لاقي تفرج عن البضائع اللي في المينا ازاي؟ مفيش دولار في البنك عندك ازاي؟ لكن مفيش مشاريع، كلها فناكيش في فناكيش في فناكيش، والمواطن عارف لكن مش شاغل باله، مستني لحد ما معجزه تجيله من فوق وتخلصوا منه وتريحوا منه. معظم المواطنين او الناس المصريين اللي موجودين مش مستنيين عما يغيروه، مش شاغلين بالهم الجيش يفضل ولا لا، مش شاغلين بالهم يجي لهم واحد اوسخ منه ولا لا. اهم شيء ان هو يتغير، يمكن ربنا يكرمنا بعد كده ومش عارف وايه وايه وايه. ما سمعوش قول الله عز وجل، هو بيقول لهم الشيطان يعدكم الفقر، عمر ما هيجي لكم من ورا الشيطان شيء. ما سمعوش ولا مقتنعين. فين يا منافق يا منافق ويا منافقه منك ليها اللي عمله في قلب البلد؟ عاصمه اداريه راح حط فيها لحد دلوقتي اكتر من 70 مليار، هتعملي بها ايه؟ هيبيع الشقه ب1 و2 مليون؟ مش هتتباع، ولا الموظفين عايزه تروح هناك. ولو باعها ب2-3 مليون اللي وقتها تحط الفلوس دي في جيوبها ومش هيدخل البلد حاجه. بنستورد كل شيء، الصناعه اتدمرت، الزراعه اتدمرت، التجاره اتدمرت، السياحه اتدمرت، كل شيء بيتدمر لانه بيدمر عن عمد. ده مش فاشل زي انتم ما بتقولوا، ده جاي عارف هو هيعمل ايه، جاي عارف هو هيخربها ازاي، جاي عارف هو هينفض اللي جابوها ازاي وهو واللي معاه. وعلشان يشتري ذمه اللي معاه الخونه، ولاد الخونه
راح اداهم فلوس، بيدي للجيش رشوة 3 مرات في السنة في شكل علاوة، ويديهم الأراضي اللي هم عاوزينها. فين يا ابني انت وهو الإنجازات اللي انتوا بتكلمونا عنها؟ انت عمال تقول لي إنجازات إنجازات إنجازات. يا سيدي عرفني، أنا أعمى ما بشوفش، وريني بقى الإنجازات اللي هو عملها لك دي. ها؟ عمل لك شبكة نور نظيفة، كهرباء بتقطع عندك كل دقيقة. عمل لك شبكة مية نظيفة، المية بتنزل من الحنفية عندكم سودة زي الطين. ده غير النيل اللي باعه، وغيره 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 وغير، كلها فناكيش. اشبع فناكيش للصبح، اشبع فناكيش للصبح. محطات الكهرباء القديمة اتباعت كلها بالكيلو، النحاس والخردة. خطوط سكة حديد اتفككت لسه جاية لانج واتباعت بالكيلو. ده عالم كفرة ولاد كفرة، عالم كفرة ولاد كفرة. كله بيسرق بفترة. وزراء بتسرق، مديرين بتسرق، المحليات بتسرق بفترة مليارات. يقول لك مدينة المنصورة صرفت 10 مليار تحسين مش عارف ايه، محافظة سوهاج اديناها السنة اللي فاتت دي 20 مليار تعمل ايه، وما تعرفش الفلوس دي بتروح فين. قطع شجر مصر بالكامل الكافر ابن الكفرة، علشان الجو عندك يبوظ اكتر ما يبوظ، وعلشان ما يبقاش قدام منه اي مشكله، اما يحب يضربكم بالنار تبقى الشوارع فاضيه قدام منه. قطع الشجر الخاين ابن الخاينه. حدائق موجوده من ايام محمد علي، وموجوده من ايام ولاده، في المنصوره جزيره الورد، على النيل في القاهره، في اسكندريه. ما خلاش شجره واقفه على حيلها من اسكندريه لاسوان الا لما شالها الكافر ابن الكفره هو واللي معاه. ما فيش حاجه سلمت منه. مباني الاثريه ما سلمتش منه. المقابر بتاعت الصالحين ما سلمتش منه. ما فيش اي حاجه سلمت منه في البلد دي. لا انسان سلم منه، ولا طير ولا حيوان ولا ارض ولا ميه. ما فيش حاجه رحمها هو والعسكر اللي معاه. بتنافق على نفسك ليه يا منافق انت وهو، وتقول لي مشاريع ايه بالظبط؟ وعملت لك ايه؟ عملت لك ايه يا جعان؟ الطريق اللي رصفه للعالمين انت لاقي تاكل وتشرب. عمل لك ايه الطريق اللي رايح للعين السخنه والعاصمه الجديده؟ القطر اللي هو عمله بمليارات اشتغل وجاب فلوسه. المونوريل راح عمل لك مونوريل الفاشل ابن الفاشله، والمونوريل ده معروف ان بيتعمل في المدن المزدحمه، هو راح يعمل لك قطر معلق في قلب الصحراء. العمود بقول لك كان بيركب معرفش بكام الف، كان بيتكتب بكام مليون، واسرق اسرق بفترة. شركة سيمنز تطلع تقول له القطر بتاعك مش هيتكلف الا 4 مليون دولار، هو يطلع يقول لك 20 مليار دولار، واضرب فلوس واسرق. تريليونات عمالة تتسرق، تريليونات. فلوسكم اللي في البنوك استولى عليها وخدها، بدليل انك انت بيقول لك مفيش دولار تطلبه. الانكريدت كارد بتاعك ما تقدرش تدفع بيه، ولا تقدر تطلع دولار من جيبك، ولا تقدر تاخد اكتر من 100 دولار منه. طب بقية الدولارات بتاعك فين راحت؟ واما احتجت له في كورونا رماك. راح يجيب الامريكان بامر من ترامب على طيارات مصر، والطيران مصر الطيران اللي هي ملكك، وسبك مرمي في الغربة. طلعت الوزير النكسة بتاعه تقول لك هنجيب الناس اللي بيعملوا شهر عسل في المريخ والمالديف، وسابوا من الغلابة اللي عايزين دولاراتهم مرميين في السعودية وفي الكويت وفي كل حتة، ومرضاش ياخدهم الا لما الكويت ادت له فلوس وتجري على قفاهم ابن الخنزير هو والعساكر بتاعه. هات لي موقف وقف جنب منك فيه او رحمك فيه. فواتير علها عليك 50 مرة. انبوبة البوتاجاز المجيع كانت ب10 جنيه، دلوقتي ب100 وكام. كيلو الفراخ كان بكام وبقى بكام، والاكل والشرب المواصلات ارفع في 50. انت اغلى مواصلات في العالم، انتوا من اغلى 5 دول معيشة على مستوى العالم. الاجور اتخسف بيها الارض، وكل شيء اتخسف بيها الارض. ويطلع المنافقين لحد النهاردة يقول لي انجازات. ربنا يديكم انجازات لحد ما تشبعوا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ابن مليكة انسان خنزير، ابن خنزير صهيوني، ابن صهاينة. لو راح الجيش هيجيب غيره. ابن مليكة مش هو المحتل، الجيش هو اللي محتلك. انت خايف تتكلم او تفتح بقك لان عارف انك لو اتكلمت الجيش هينزل العساكر تموتك. اقول لك قاعد العسكري قليل الادب، تقول لي لا ده العسكري شريف ملوش ذنب. اما تبقى تعترف ان العسكري خاين ابن خاين، رايح لمصلحته الشخصية، عارف ان هو رايح يخدم الطاغوت، يخدم الفرعون، وتفتكر ان ربنا اهلك جند الفرعون قبل الفرعون او معاه، تبقى ساعتها تحترم نفسك انت وهي.
ده لولا الجنوب ما كانش ظلم، لولا الجنوب ما كانش افترى. الجندي اللي بقول لك انا رايح اقضي الخدمه واخرج دون هو السبب في اللي انا وانت فيه. انتوا لو اتكلمتوا وفتحتوا بقكم خايفين وبتجيبوها على نفسكم، بتعملوها كده بتبيع على نفسكم بمجرد ما بتفتكر عسكري الامن المركزي وعسكري القوات الخاصه. هم دول مش ولادك؟ مش دول ولادكم برضو الغلابه اللي انتوا بتقولوا عليهم كاني وماني؟ اما تبقى تعترف ان الجيش الخاين ابن الخاين ده ما فيهوش شريف، ولا الشرطه الخاينه بنت الخاينه دي فيها شريف، ولا القضاء الخاين ابن الخاين اللي فيه قضاه ما بتعرفش تقرا الفاتحه، قضاه ما بتعرفش تقرا وتكتب، زي الدكاتره اللي عندكم اللي معظمها راح جاب شهادته من بره، ما بيعرفش حتى كلمه الطب معناها ايه، واكشف وموت في ناس وموت في مرضى. زي ما فسد التعليم وفسد كل شيء. هد بيوت قد ايه، شرف من على وش الارض وارتكب جرائم ومجازر رابعه النهضه وغيرها. كذب وقله ادب وحرب على الدين، عيني عينك. وكل دون ولسه فينا منافقين بتقول انجازات. انجازات ايه بالظبط؟ ويا ترى الانجازات دي هتوديكوا لفين؟ انجازات ايه بالظبط؟ والانجازات دي هتوديكوا لفين؟ الله يهدي، الله يسهل لكم ويهديكم الى ما فيه الخير يا مؤمنين، او كملوا في الضلال المبين اللي انتم مكملين فيه. كلمتين اتنين، الجيش ما فيهوش شريف، لا العسكري الغلبان اخويا ولا شريف، واللهم اني بريء منه، اللهم اني بريء منه. ولو في يوم من الايام وش جه في وشه ولقيته بيخدم في جيشه والله ما هرحمه. زيه يا استاذه او يا استاذ، الطباخ اللي شغال في بيت دعاره شايل نفس الذنب اللي شايلينه الزنا، شايل نفس الذنب اللي شايلاه القواده. الراجل اللي بيخيط بدله الظالم طوب الظالم شايل معاه في الذنب يا استاذه او يا مدام. لان لولاه ما كان ظلم. ابن مليكة ما قتلش بايديه يا مدام، ولا سجن بايديه يا مدام، ولا شنق بايديه يا مدام، ولا سرق بايديه يا قلب يا مدام. كله بايد العسكري الغلبان، العسكري اللي رايح علشان مصلحته وبس، والباقي يولع، الباقي يولع. الجيش خاين ما فيهوش شريف، والجيش هو اللي محتل مش ابن مليكة. ابن مليكة ممكن يضربوه طلقة زي السادات ويخلصوا منه، ممكن يسموه، ممكن يمشوه بفلوسه بالكامل، وبعد كده الجيش هو اللي هيفضل لابت في وشنا. الجيش هو اللي هيفضل لابت في وشنا. المجلس العسكري الحلوين اللي بقول لك ده عرقنا، دي دولة وطلع لها جيش، ولا جيش وطلع له دولة. هي دي يا مدام، هو ده يا استاذ اللي محتلنا. ولو ما خلصناش من الجيش دون الله في سماه ما هتتحرر البلد دي، تصور او ما تصورش ولا هينفع. الثورة على المؤسسة دي، واول حاجة تعملوها مع المؤسسة دي تقعدوا الانجاز اللي انتوا بتقولوا عليهم ولادنا، تعترف ان ده جند الفرعون، ما تخالفش ضميرك، ما تنافقش. والله لولاهم ما ظلم. ابن مليكة ما اعدمش بريء بايديه، اللي اعدمهم العسكري الغلبان، اللي شنقهم كان قاضي، اللي حكم عليهم، اللي قبض عليه كان ضابط شرطه نجس ابن نجس، اللي عذبه كان امين شرطه اتقوا الله. يقول لك لا لسه فيهم شريف. وفين الشريف يا مدام؟ فين الشريف يا مدام؟ والنيل بيتباع، اتباع خلاص. فين الشريف يا مدام يطلع يتكلم؟ لا ده الشريف خايف يا اخي. البيه اللي انا دافع له فلوس علشان يقاتل، علشان يحمي الوطن، خايف. طب اروح اجيب مين يدافع عن الوطن يا مدام ولا يا استاذ؟ اروح اجيب المكواجي والكناس والمدرس هو اللي يدافع عن الوطن، لما البيه اللي انا بدفع له مرتب علشان يشيل السلاح وجايب له السلاح من فلوسي بيضربنا انا؟ الجيش المصري عمره ما وجه بندقيته ناحية اسرائيل يا مدام، ولا ضرب طلقة في قلب اسرائيل يا مدام ولا يا استاذ. الجيش المصري ما وجهش سلاحه الا لينا. من بعد حرب 73 كل سلاحه متوجه في صدرنا، في صدرنا. مظاهرات الطعام انزل اضرب، الاحداث الامن المركزي انزل اضرب. بعد 2011 اديكوا شفتوا نجاستهم ونجاسة اللي خلفوهم. مش عايزين نعيش عيشة العبيد وعيشة العصور الوسطى دي، والجهل والتخلف ده كفاية كفاية. ما عادش حد بيتحكم بالطريقة دي، ما عادش حد بيقول على عسكري اخويا واخوه. اتقوا الله وشوفوا الناس اللي انتوا بتسمعوهم وقولوا لهم ادعوا على الثورة على المؤسسة النكسة دي. اللي يقول لك فيهم الجيش ده فيه شريف، اعرف ان خاين، خاين ابن خاين، له غرض او عنده اجندة او خايف يعدي الخط الاحمر.
اللي هو الجيش، خايف بدون ما المؤسسة دي ما تتشال احنا ضايعين. ولحد الجيش ده ما يتشال براحتكم بصوا حوالين منكم وشوفوا كام دولة على مستوى العالم بيحكمها العسكر ونجحت. والله ما هتلاقي، والله ما هتلاقي، والله ما هتلاقي. بتاع دون جهل وخرافات وقلة أدب انتشرت وكرهنا بعض. ما بقيناش عارفين احنا مسلمين ولا غير مسلمين بسببهم. ضاع مننا العلم ونزعوا مننا كل شيء جميل، حتى أخلاقنا، حتى تربيتنا أخدوها مننا، وعمالين يفسدهم بإيديهم ورجليهم. الجيش اللي انت بتقولي عليه ظابط، فيش ظابط شريف يا مدام ولا يا أستاذة. والله لو رحت اتكلمت معاه هتختشي، وهو بيقول لك انتوا خدامين عندنا، انتوا درجة تانية، انتوا تعبدوا البيادة. فين المدني اللي هنا؟ نتقي الله. الأعمال بالنيات، وطول ما نيتنا ان احنا بس يا دوب نشيل جزء من الفساد ونسيب الباقي، ربنا هيدينا على قد نيتنا واكتر. طول ما نيتنا ما راحتش لسه خالصة لوجه الله، نعترف بكلمة الحق ونقف رجالة، هنفضل مكاننا، مش هنتحرك من مكاننا. علم وإيمان، علاج كل شيء علم وإيمان. العلم بيعالج الجهل، والإيمان بيعالج الجبن وبيقوي القلب وبيديك عقيدة وبيديك أمل لبكرة. اللي بيتكل على الله وبيعرف فعلا معنى كلمة الله ما بيلزموش لا حياة ولا أكل ولا شرب ولا رزق، بيبقى حب ربنا أكتر شيء في قلبه. نشروا العلمانية ونشروا الشذوذ ونشروا كل شيء وضيعوها وهم مستخبيين. افتح بقك وقول ابن مليكة يبعت لك 30,000 عسكري غلبان و40,000 ضابط. العساكر الغلابة يا مدام هي اللي كانت بتغتصب في الأقسام، مش ابن مليكة ولا عباس كامل. العساكر يا مدام هي اللي اشتغلت في السجون الحربية، وهي اللي اشتغلت في المعتقلات، وهي اللي بتعذب دلوقتي في أمن الدولة بإيديهم. والله ما في واحد فيهم بوسخ إيده. نتقي الله. أو براحتكم، ميعادنا فاضل عليه سنة. الأمطار قلت على أثيوبيا، وأثيوبيا هتاخد الفيضان ده والفيضان الجاي. لو تعرفوا كمية الجوعة اللي هتشوفوهم في الشوارع والله تترعبوا. ربنا يقويكم وتلحقوا نفسكم قبل الدنيا ما تتطربق. وكفاكم تسالي، مش كل واحد يكتب لك عنوان ولعت، اتزلزلت، حصل لها، اتسولها. حتى لو بيتكلم يا اخي وبيشتم في السيسي وبيقول لك انا في صفك، قول له ما تضيعش وقت اكتر من كده. قول له ادعي، اعمل هاشتاجات، اتكلم، افتح بقك وقول قطعوا التجنيد، وقفوا العسكري، امنعوا الفلوس اللي انتوا بتحولوها من بره. اتكلم يا اخي، كفانا فضايح. قول للناس الكرة مش هتنفعك، الكرة هتوديك في 60 مصيبة. العهر اللي انتوا بتقولوا عليه مش هينفعكم فن، هيوديكم في 60 مصيبة. كفاكم تسالي بالله عليكم أو براحتكم. كلمتين 2 بختم بهم حديثي معاك زي ما ببدأ. علم وإيمان ملكش عندي غيرهم، ومفيش حل إلا بيهم، والدول ما تقدمتش إلا بالعلم وبالعقيدة. وبراحتك أشهد الله إن جيش ابن مليكة كافر، جيش فرعون، جيش طاغوت، والجند اللي فيه جند فرعون. وربنا يديهم يا رب على قد نيتهم كلهم. لا اخويا ولا اعرفه، ولا عسكري الامن المركزي لا اخويا ولا اعرفه. اشهد الله ان الجيش ده ما فيهوش شريف، ولا الداخليه فيها شريف، ولا القضاء فيه شريف. ولو مكدبيني يطلع الشريف اللي فيهم يقول انا هو. مع السلامه يا احرار، نتقابل قريب ان شاء الله. كان معاكم احمد عبد المجيد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.